نظرا لأهمية الولاية استراتيجيا واقتصاديا، أعلنت شركة التاصيل للطيران اليوم عن فتح خط جوي يربط بين ولاية الجزائر العاصمة وولاية تيارت مرورا بولاية وهران. تعلن شركة تاصيلي للطيران فتح خط جديد بين العاصمة الجزائر ومدينة تيارت مرورا على مدينة وهران. هذا الخط سوف يكون مرتين في الأسبوع، ويمكن لسكان مدينة تيارت أن يتنقلوا إما إلى مدينة الجزائر العاصمة أو إلى مدينة وهران. بدينا هذا الرحلة بتخفيضات، والسعر يدور حوالي ب 3000 دينار، هو السعر مدعم. إن شاء الله تكون هناك تخفيضات أخرى في مناسبات أخرى إن شاء الله. هذا وسيتم تنظيم بعض الرحلات مستقبلا خارج الجزائر نحو أوروبا. كما أن أيضا راح تكون عندنا طموحات فيما يخص تنظيم بعض الرحلات الخاصة تجاه فرانكفورت ألمانيا، أين يكون هناك جالية كبيرة تيارتية متعطشة لزيارة الأهل. كما ستفتح الشركة ذاتها خطا جويا نهاية الشهر يربط الجزائر بولاية بسكرة. À la fin du mois, on va aller à Biskra. Tassili Airlines va ouvrir une ligne sur Biskra à raison de 2 fois par semaine. شركة التاصيل تسعى من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى توفير أحسن الخدمات لزبائنها من جهة، وفك العزلة عن مناطق الهضاب العليا والصحراوية من جهة أخرى.